السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة يا إمارات هنعمل مع بعض سلطة الطحينة بتاعة أكبر المحلات وأشهر الفنادق، وهعرفك السر في المكونات بتاعتها وإزاي تطلع بالجمال اللي هما بيقدموا بيه، وفي نفس الوقت هنعرف مع بعض برضو إزاي نحتفظ بيها وإزاي نقدر نعمل كمية كبيرة وتكون غير مكلفة. وكل ده هنعرفه مع بعض من خلال الفيديو، ويلا بينا مع بعض نسمي الله ونشوف الطريقة. وأول مكون هيكون معانا أساسي في سلطة الطحينة هو العيش الأبيض. معانا هنا رغيفين من العيش الأبيض، وممكن تستخدمي العيش الشامي. هيجي سؤال أمرايا تقول لي ممكن نستخدم العيش الأسمر؟ هقولك لا، ما ينفعش في الوصفة بتاعتنا دي، لأن الوصفة بتاعتنا هيكون لونها أبيض والعيش الأسمر هيغمق معانا. فدلوقتي معانا العيش هنقطعه في بولة عميقة، وهننزل عليه بكوباية كبيرة من الحليب، ونجيب معلقة ونغطس العيش كده في الحليب عشان الحليب يتغلغل جواه. احنا عايزين العيش يشرب الحليب، فاحنا هنسيبه شوية لحد ما نلاقي العيش شرب كمية الحليب اللي احنا اضفناها له كلها. ودلوقتي بعد العيش ما شرب كمية الحليب اللي احنا اضفناها، شايفة العيش تحس ان هو زاد ازاي؟ اما شرب الحليب الكمية بتاعته زادت. هتيجي تقلبيه كده بالمعلقة، هتبص تلاقيه بيتهرى معاكي. شايفة بيتهرى ازاي؟ يعني تكسريه بالمعلقة كده بيتكسر معاكي بكل سهولة. في الوقت ده بقى هنجيب الشفشق بتاع الخلاط ونضيف فيه العيش اللي احنا عملناه ده، العيش المسقي باللبن دون، هننزل بيه كده في شفشق الخلاط. ومعانا فصين توم متقشرين هننزل بيهم في شفشق الخلاط. وفي الوقت ده نكون مجهزين نص كوباية مية عليها عصرة ليمونة كاملة ومعلقتين كبار من الخل، وضايفة عليهم معلقة صغيرة من الملح ومدوباها معاهم. هنزل بقى بكل المكونات دي على شفشق الخلاط. تمام كده. هيجي حد يقول لي انت ضايفه هنا ليمونه كامله ومعلقتين كبار من الخل، المزازه هتبقى عاليه. لا مش عاليه ولا حاجه، انا هنا اضفتهم عشان انا عامله كميه كبيره. انت ممكن تضيفي معلقه واحده ومن الخل ونص ليمونه في حاله لو انت هتحطي رغيف واحد ونص كوبايه من الحليب. في الوقت دوت تعتبري انت هتعملي نص الكميه اللي انا عملتها. تمام كده. ودلوقتي هنضيف معلقه صغيره من الشطه، ولو انت مش بتحبي الشطة ممكن تضيفي معلقة صغيرة من البابريكا. وننزل عليهم بقى كده بمعلقة من الكمون، ومعانا 3 معالق كبار من الطحينة الخام هننزل بيهم، ومعانا 3 معالق كبار من الزيت هننزل بيهم. ودلوقتي هنضرب كل المكونات اللي احنا حطيناها دي في الخلاط ونرجع لكم تاني. وبعد ما ضربتهم كده معايا بطرمان كان مطرحه صلصة غسلاه ومنشفاه، هملاه بقى كده من سلطة الطحينة اللي احنا عملناها مع بعض. بسم الله. شايفة القوام بتاعها جميل خالص ازاي ومناسب جدا، وما شاء الله. شوفي من رغيفين 2 عيش عملنا كمية كبيرة من سلطة الطحينة. وكمان دي الطريقة اللي بيعملوها صحاب المحلات الكبيرة، وبتتقدم كمان نفس الطريقة دي في الفنادق جنب الوجبات. وبجد الطريقة مميزة جدا في مكوناتها وفي طعمها، وبتتعمل بسرعة جدا وسهلة وبسيطة، ويعني ما بتاخدش معاكي وقت خالص. يا دوبك انت بتجمعي كل المكونات في الخلاط وبتضربيها، بتتعمل معاكي في دقايق. وانا من وقت ما عرفت سر المكونات بتاعتها وانا اعتمدتها دلوقتي، يعني يعتبر بقالي يجي سنة دلوقتي بعملها جنب المشويات وجنب الحواوشي. بصراحة طعمها رهيب جميل جدا، وافضل كتير كتير من لما تشتريها من بره جاهزة، وكمان مصدرها مجهول، ما تعرفيش مكوناتها متجمعة من ايه. لكن انت دلوقتي اديكي عرفتي كل المكونات وواضحة وصريحة قدامك، فتقدري تعمليها في اي وقت وفي اي لحظة وتقدميها لضيوفك جنب الاكل هينبهروا بيها. ودلوقتي انا معايا البطرمان اللي عملته دون هسيبه على الرف في التلاجة، وبسيبه حد اقصى من اسبوع ل10 ايام. يعني دي من خلال تجربتي لعمايلها، يعني انا ما حاولتش ان انا اسيبها اكتر من 10 ايام،
دايما لما بعملها بحب ازود شوية واخلي فيه بطرمان يفضل معايا على الرف كده، يبقى جاهز معايا اقدمه جنب الوجبات. وفي نفس الوقت انت لما تدوقيها هتعجبك، وممكن تفضلي اكلها كده لوحدها، لان هي دلوقتي المكونات بتاعتها زي ما انت شفتي كده مغذية، ومكونات كلها طبيعية. وعن تجربة انا قدمتها قبل كده لضيوفي وجنب مشويات من السمك، وبصراحة عجبتهم وانبهروا بيها جدا. فانت يلا اعتمدي الطريقة وقدميها بكل ثقة. ولو عجبتك الطريقة ما تنسيش تحطي لايك، واللي ما اشتركش في القناة اتمنى ينورني. وطبعا الزيت والخضرة اللي على الوش للتزيين فقط.